السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من النادي السوري لطيور الزينة بموضوع جديد حنسلط عليه الضوء كمان ونحكي فيه ونتناقش فيه ونفك الشفرات مثل ما بيقولوا تبعه. موضوعنا اليوم هو العوامل القاتلة. مثل ما حكينا احنا بالفيديو السابق وخلصنا منه، اليوم بقى نحن بدنا نبلش انتاج، فبدنا ننتقي ازواج، فلازم نكون حذرين من هيك مواضيع. طيب، رسالة 2 3 4 على الخاص، اكثر اقل على العام. حكيت كذا مرة انه يا جماعة نحن اليوم شو المطلوب منا كمربين؟ انا كهاوي مبتدئ شو المطلوب مني؟ ما فهمت. كون دكتور، كون خبير، كون عالم طيور، كون عالم وراثة، ما فهمت. لا، اليوم نحن المطلوب منا فقط ثقافة، لا اكثر ولا اقل. فلذلك حنحكي اليوم، حنبسط، حنفك الشفرات المعقدة بالنسبة للهواة، بالنسبة اللي ما عم يقدر يستوعبها. يعني في رسائل اجت لك يا اخي انه انا ما عم بفهم، والله ما عم بفهم شو يعني كروموسوم، وشو يعني كروموسومات، وشو يعني جينات، وشو يعني الدي ان اي، وشو يعني 21 كروموسوم مورث. هي الامور والله ما عم بفهمها، فلذلك ما عم بقدر. طيب، حنحكي اليوم عن هذا الموضوع. حنحكي اليوم نحن تقريبا عن 4 عوامل قاتلة. اوكي، حنحكي عن 4 عوامل قاتلة. شو يعني عوامل قاتلة؟ يعني بيض غير مخصب، احدى اسباب عدم تخصيب البيض هي العوامل القاتلة. فرخ عم يصير عمره يوم عم يموت، هي عوامل قاتلة. فرخ عم يموت بقلب البيضة ما نعرف وين السبب، هي عوامل قاتلة. فرخ عم يصير عمره 15 20 يوم عم يتجاوز مرحلة الخطر وعم ينتكس ويموت، هي عوامل قاتلة. لا، طير عم يكبر وكذا وما في منه، عوامل قاتلة. طير عم يكبر وما عم يبك، عوامل قاتلة. طير فيه عنده خلل هرمونات، عوامل قاتلة. طير كذا كذا كذا، هي العوامل بشكل عام بنسميها نحن عوامل خاطئة وعوامل قاتلة. حاول نتجنب هي العوامل. حنحكي ونبسط ونفك الشفرات على قد ما نحن بنستوعب. يعني انا كمان ماني عالم، يعني سامحوني، عندي ضعف كتير، ضعف بعلم الوراثة، فرح احكي انا اللي فهمته. يعني مواضيع لخبراء عالم كبار، سواء كان اوروبيين سواء كانوا عرب، انا اللي حاولت افهمه راح انقل لكم اياه مثل ما هو، سامحوني. حنبلش اليوم باول عامل الشباب كلها راكدة عليه، ويا بسم الله. العامل بسموه الابيض السائد. ماشي؟ طيب، هلا قلت لنا ما بدنا نحكي عن الابيض السائد، رجعنا. ما بدها تحكي لنا طيب، مو ابيض سائد، انسوا كلمه سائد، بس نحن مشان نحكي بطريقه علميه، مشان لما يعني اوكي، ما في ابيض سائد. كنار ابيض، كنار ابيض بلون الابيض، جناحه من هون اصفر او احمر او اورنج. تمام، هذا اسمه ابيض سائد، كنار لون ابيض سائد. حتى في كنار الشكل في لون ابيض سائد. اوكي، هذا شو قصته؟ خلينا نفهم قصته احنا. هذا الكنار شو هو؟ شو ليش هيك؟ خلينا احنا مثل ما قلنا نفك الشفرات ونبسط الامور. خلينا نقول هو عبارة عن برص. اوكي، وصلت. برص، مرض البرص خلينا نقول عنه. هذا الكنار ما لونه ابيض، هذا الكنار ما لونه ابيض، هذا الكنار لونه بلون المشحة. هي شو المشحة؟ لونها صفرة، فهو كان لونه اصفر. حمراء، فهو كان لونه احمر. بسبب هذا الخطأ الجيني اللي صار فيه، فقدت الميلانين، او ما بدنا نحكي كمان، اقعد انا صعب كمان، ما عندي انا كثير خلفية عن هذا الموضوع. بسبب فقدان الميلانين، بسبب فقدان الصبغيات، اوكي، صار هالمرض الخلل الوراثي هذا، فصار الابيض ساد. الابيض ساد طغى على اللون تبعه، فسمي الابيض السائد. تمام، هذا ممنوع تزاوجه مع انثى ابيض سائد. يعني ذكر ابيض سائد مع انثى ابيض سائده، هذا يسمى عامل قاتل. ليش؟ هذا قلنا لكم، هذا مريض وهاي مريضه، حنزوج لبعض. شو المرض؟ شو هو المرض؟ هذا الكنار عم يفقد الصبغيات، هو كنار قلنا لكم فاقد الصبغيات، حيتزوج انثى مع نفس الخلل، حيوصل الخلل للفراخ عن طريقة فقدان هي الصبغيات، فحتموت الفراخ اما بالبيضة او بالتفقيس او قبل حتى كمان يصير في تخصيب. اوكي، لانه هو بالاساس في خلل. تمام، وصلت؟ حنرجع نعيدها. الابيض السائد هو اللي له مشحة من هون، هاد بسموه كنار ابيض سائد، ما بصير نزوجه لكنار ابيض سائد. طيب يا ابن الحلال، انا صار لنا عم نزق 100 سنة لهلا وانتجنا وما شاء الله عنا. يا جماعة، هي اليوم، هي سبب النقص، هي سبب ارتفاع السعر. هو يعني التزاوج الابيض السائد عبارة عن موجات. جرب قبلكم، كثير عالم جربت قبلكم،
فلذلك اذا بتلاحظوا سعره ما انه مستقر. اوكي. طيب انا في عندي رفيقي بزق، وانا شفت كمان رفيقي بزق، شفت جوز ابيض سائد تحته فراخ. طيب بيجيك سؤال على النت او وين ما كان، او من رفيقك انثى مشحمه بطريقه عجيبه مكرشه، او ذكر مشحم بطريقه عجيبه مو طبيعي، اول سؤال بيقول لك انا جوعت وانا عملت كورسات ومثل ما قلتوا لي عملت، بس يا اخي اول ما بتشم ريحه الاكل بتشحم. اول سؤال بتساله اياه شو لونه، بيقول لك بيضه. اول سؤال بتساله اياه شو لونه، بيقول لك بيضه. اوكي، ابيض، نتيجه خلل هرموني صار في هي مشكله. تمام. او بيقول لك مثلا طير ابيض ما ببك، ما خليت فيه شيء، كمان في شيء اسمه خطا هرموني او خطا وراثي، خلينا نقول خلل وراثي خلينا نقول عنه. فراخ بيض صار عمره شهرين ثلاثه يا اخي مناعتها ضعف. طبيعي طبيعي طبيعي، نحن قلنا لكم جوزنا ذكر مريض لأنثى مريضة، ما حدا يتوقع شيء من الفراخ، حتى لو عاشت ونفدت وكبرت حتبيعها حيصير في خلل يعني الخلل حيستمر بهذا النموذج. اوكي، الخلل والمشاكل وكل شيء كل شيء بتحوى او بتستوعب كلمة عوامل قاتلة حيضل بهذا اللون وبهي المشكلة. حاولنا نفهمها. طيب يا ابن الحلال شو نعني؟ طيب هذا الكنار الابيض السائد يزوج لكنار ابيض متنحي. اذا بدنا نحافظ على صلات الابيض، شو هو الكنار الابيض المتنحي؟ هو عباره عن طير ما له اي مشحه ولا شيء ابدا ابدا، كطير ابيض ثلجي. بس والله يا ابن الحلال ما عم نلاقي، يعني فتلنا الدنيا وبلبنان وهون ما عم نلاقي مفقود بتحسوا هذا الطير. طيب هلا هذا الكلام اللي رح اقوله هلا انا هذا بتبناه انا، سواء كان خطا ولا صح. انا الكنار الابيض الكل بيقول لك زوج كنار ابيض لصفرة لليمونيه كهربائيه مغناطيسيه ما ادري شو الاسماء هي. اوكي. انا بقول طلع على المشحه، اطلع على المشحه وزوج. المشحه صفرة زوج اصفر، المشحه اورانج جوز ريد فاكتور. حيطلعوا عندك فراخ، لانه انت عم تزوج. اذا رجعت لغيت هذا الخلل انت عم تزوج كنار اصفر لانثى صفرة، حتى لو هو ابيض بالشكل ابيض ساد. كنار عم تزوج كنار احمر مصاب بالبرص لانثى حمراء، فحيطلع عندك فراخ كذا مثل ما بيقولوا. اوكي، فراخ حيطلع عندك فراخ بيض بنسبة 50% تقريبا، ما في نسب، انا ما بعرف نسب، بس انا هيك بعرف نسبة 50% حيطلع معك ابيض و50% اصفر. ما حدا يفكر الموزاييك ينتجه بهيك طريقة، هي الطريقة غلط. اوكي، انه نحط ابيض على احمر انت تعطينا موزاييك، لا. هي بسموها عائلة الليبكروم، ما بتلطش. الليبكروم مع الميلانين بيلطشوا، اما الليبكروم الميلانين اللي هو البني بسموه البني والماوردي، الخطوط السود الميلانين او الخطوط البنيه او الخطوط الى اخره، هي عائله. والليبكروم اللي هو الاصفر بكل تدريجاته، الابيض بكل تدريجاته، والاحمر ريد فاكتور بكل تدريجاته، هي عائله. هي العائله ما بتلطش مع بعض. اوكي، بتعطي نص بالنص او بتعطي نسب مدروسه. تمام. فبدنا نزوج هذا الطير ونكون محترفين ونكون دقيقين ونكون مربين صح. نزوج هذا الطير من عائلة الليبكروم، او لا ابيض متنحي. ما لقينا ابيض متنحي بنزوج لعائلتنا. انا كنصيحة بنصح فيها بنزوجه حسب المشحة تبعه. بنطلع هون شو لونه، اصفر بنزوجه لطيرة صفرة، احمر بنزوجه لطيرة حمراء. حيعطوك فراخ حمر بجننوا، حيعطوك فراخ صفر بجننوا، حيعطوك البيض نظاميين وما فيه شيء وما في اي خلل فيه. خلصنا منه وخلصنا من اول عامل قاتل. ننتقل للعامل القاتل الثاني بسموه عامل خطر. هلا بظن هذا واضح، يعني كتير واضح، اللي هو زواج الاقارب. اوكي، حتى عنا نحن كبشر ممنوع هذا الشيء. مو بس ممنوع انه بس كشرع او كحرام، لا لا لا، ممنوع باثباتات علميه، ممنوع هذا الشيء بسبب المورثات السلبيه. كل كنار بيورث الفرخ تبعه 21 كروموسوم، والام نفس الشيء. فحيصير في منهم خلل سلبي، في منهم كروموسومات سلبيه وفي منهم كروموسومات ايجابيه، جينات سلبيه جينات ايجابيه. حيتنشط هذا السلبي، حيتنشط او حيتضاعف. الفرخ ما حيتحمل هذا الخطا، فحيصير في عنا اما تشوه خلقي او حيموت الفرخ او بالابيض السائد العامل القاتل الاول والثاني والثالث والرابع، الاربع عوامل. اذا بين قوسين اذا نفط فرخ فلا حدا يفرح ويكيف، يا عندي فراخ انا بيض بجننوا، او زوجت الاخت لامها وما ادري والاخ لاخته وطلع عندي فراخ بتجنن. مناعه صفر، لا تتعب حالك. مناعه صفر حتعاني منها بالمستقبل. لا لا هلا انا ما عانيت. طيب اصبر، ان الله مع الصابرين. اصبر. زواج الاقارب ممنوع.
الا بشرط، هون بقى بنحطها بين قوسين بشرط، الزواج الافقي، خلينا نقول عنه الزواج الاخت لاخت، الاخ لاخته والاخت لاخوها، هذا زواج افقي بسموه. اوكي، زواج افقي. الزواج العمودي اللي هو الاب لابنته والام لابنها، هذا يستعمل بانتاج محدود. باوروبا بينتجوا فيه اذا بدهم يحافظوا على سلاله. مثلا انا عندي نتايه يوركشاير، اوكي، بف حلوه بتجنن، الذكر تبعها ما حلو بس هي حلوه بتجنن، زوجتهم هي والذكر فانتجوا لي 4 فراخ، وفرخ من الفراخ طلع بجنن، بف ومواصفات ستاندر، فيني اتزوجه لامه؟ ايه، بس بطن او بطنين، ما كتر، ما اقعد اعملها شغلتي ويلا، لا لا لا، بطن بس اني اقدر احسن السلاله، افرد سلاله وارجع غير لها الدم من اول وجديد. هذا بسموه التزاوج العمودي، مسموح لتحسين الانتاج، تحسين خط الانتاج. عفوا، شو ما بدكم سموه. التزاوج الافقي ممنوع، لا بتحسين انتاج ولا بغير انتاج، ممنوع. التزاوج العمودي مسموح بفترة او بفوجين مو اكثر، فقط انه بنقدر نحن نوصل لشيء. اما ما عنا احنا شيء، ما عنا احنا تزاوج عمودي، ما عنا شيء. طيب فليش بدنا نحسن مع نتعب حالنا؟ ولا بس هيك يعني انه ما بدنا نشتري؟ لا، ما بنصح فيه بهيك حالة. اوكي، هي حكينا عن ثاني عامل قاتل. العامل القاتل الثالث، كورونا لكورونا، كريست لكريست، أنبرة لأنبرة، شو بدكم، شاكوش لشاكوش بسموه. المأنبر، التاج، الطربوش، الشوشة، لا مأنبر ممنوع. ليش؟ هلا كمان في خطأ كروموسومات، بس بما انه ما بدنا نحكي اليوم نحن باللغة العلمية الدقيقة كروموسومات والخلل وكروموسومات الراس وشو صار، لا 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 لا، حنحكي بتبسيط. قلنا لكم بدنا نفهم، ما ضروري نحفظ، ما ضروري نحفظ، ضروري نفهم شو يعني. بس هذا انا بهمني، انا بهمني اني افهم، ما بهمني تحكيني بلغة علمية. انا ماني دكتور، ماني خبير، انا بهمني افهم مشان اتجنب، اقتنع مشان اتجنب، غير هيك انا ما بهمني. الأنبرة بالأساس لما طلعت هي الأنبرة اللي بالراس، اوكي، هي عبارة عن تشوه. فجأة طلعت تشوه، خلل بالكروموسومات او كروموسومات الراس، خلل طلعت. الخبراء جملوه، استغلوا هذا الخلل او هذا التشوه، جملوه وبلشوا ينتجوا. اوكي، انتبهوا، بلشوا ينتجوا أنبر العادي، وبلشوا ينتجوا. وما احلاها صارت عند الجولستر كورونا، عند الكريست كورونا، الأنبر العادية حلوة 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 كتير. ايه، بس انا سمعت رفيق يعني يقول لي انه تزوجت على انبر اعطوني انبر دبل. مين هذا رفيقك؟ او انبر عم انبره يا اخي، بيعطوه انبره شاكوش. هذا مسك الشاكوش ودخل على وشه. انا شاكوش هذا خطأ. اوكي، يعني انت عم تتزوج كنار مشوه براسه لانثى مشوهه براسها، قطعا ما تترجى شيء من الفراخ قطعا، حتى اذا نفد فيهم فرخ، وهي بنسبة 10 ل 20% ينفد فرخ عايش، ما في شيء. اللي حينفدوا فيه شيء حتكون في اكزيما. ننتبه لهي النقطة صح. لما بيقول لك اخي بتخلي بيجي فراخ صلعان، مو يعني انه ما في هون شيء، لا لا لا، هي بتجي اكزيما من الانف، هذا الانف، هي فتحة الانف، بتجي من هون لنص الراس، فطر بتحسه، ما في شيء، ما في ريش بتحسه، هون فطر، مرض فطري بتحسه. في كتير عالم بيعالجوا ما بيتعالج، هذا بضل هيك لطول العمر خالصة. اوكي، وهذا الفرخ اللي انتجوا عليه اكزيما، عليه الاكزيما، له ريش من هون، انتبهوا، ما بيجي اصلع كله اصلع، لا لا، في له ريش بس له اكزيما من عند الانف لفوق، بسموه اصلع. هذا الفرخ لا يعالج، وحيضل في خلل، حيضل في ضعف. يعني اي نكشه بكل العوامل اللي عم نحكيها، اي نكشه صغيره، يعني مثلا عرضنا طيرين، طير ما في شيء وطير هاد لتيار هواء واحد، هداك احتمال يتحمل، لا هذا بيتحمل. اللي فيه خلل جيني او فيه خطأ وراثي ما بيتحمل، بيمرض دغري، بينتكس دغري. قد ما حاول ترفع المناعة، قد ما حاول تشتغل، هو بالاصل ناتج تزاوج قاتل. فما تتعب حالك فيه، وما تتعب حالك بالانتاج. يعني الانتاج اليوم عم يكلف يا جماعة، والله عم يكلف. يعني انا كلنا حاسين ببعض، شو يعني انتاج، شو يعني بيض، وشو يعني باتيه، وشو يعني خلطة، وشو الى اخره. فحرام والله، يعني انا بقول حرام. وبعد هالفيديو امسحوه واعملوا اللي بدكم اياه. بصراحة انا بس اللهم بلغت فقط لا غير، بنقل معلومة فسرها مثل ما انا فهمتها، واللي عنده ملاحظة يسأل، اللي عنده اختلاف يسأل، ما عندنا مشكلة. تزاوج مأنبر مع مأنبر ممنوع،
منعا باتا. اوكي، اما بتبيض الانتايه بيموتوا الفراخ بقلب البيض، او بيعيش الفرخ كم يوم بيموت، او بيصير عمره شهر بيموت، او بيعيش وبينفض وفي عليه اكزيما. اوكي، خلصنا منه. هذا التزاوج الثالث. التزاوج الرابع، التزاوج الرابع، هذا التزاوج كل التزاوجات اللي حكينا عنها بنتلافى هي ملاحظة فيها. اوكي، اللي هو انتنزيف لانتنزيف. بظن كلمة ترجمة انتنزيف بظن هي غامق او هيك شيء، بظن ما بعرف. الانتنزيف شو هو؟ ريش الانتنزيف هي عبارة عن، طيب مو هي عبارة عن، اللي بربوا احمر بلدي او احمر اجنبي او اللي بدكم اياه، بيقول لك احمر بزرة بتجنن، هي هذا الانتنزيف بحد ذاته. الشيميل النوع الثاني اللي بيربوا كمان احمر بيقول لك حب رمان مصدف، هذا الشيميل. اوكي، شو هو الانتنزيف؟ الانتنزيف هي عبارة عن، او انتنزيف في ناس اسمه صلب، غامق، اللي بدكم اياه سموه. ريشة طويلة. اوكي، ريشة طويلة طويلة، العصاية اللي بالنص ناعمة ملزقة بالجسم، بتحس الطير ملزق ريشه بجسمه، ما إلا أي حواف بيضة على طرف الريشة، لون واحد ساحبة، لون واحد، انتبهوا لكلمة لون واحد، غامق، لون واحد غامق. أوكي، هذا بسموه انتنزيف. تمام، لا يزوج لانتنزيف ثاني، يعني هذا ذكر انتنزيف ريش مثل ما هو بجنن، ما بنزوج لانثى انتنزيف، لانه هذا اللون اللي هلا بدكم انتبهوا على كلمه اللون، حيصير عند الفرخ في شيء اسمه بالكروموسومات كمان، او الماده الصبغيه خلينا نقول عنها، او الجين الصبغي. الجين الصبغي هو جين معقد، حيصير عند الفرخ في شيء اسمه جين معقد ضرب 2، ما حيتحمل هذا الخطا. تمام، ما حيتحمل هذا الخطا الجيني باللون، ما حيتحمله. فاحيانا الفراخ حتموت بقلب البيضه، احيانا الفراخ نفس المواصفات هذيك تماما. اوكي، الخطا بهذا التزاوج، انا هي معلومه انا حكيت على الانتنزيف من فتره، كتبت فيها بوست، وهلا رح احاول، انا غلطت بهذيك المره وهلا رح اصلح. كل المواقع كلياتها بشكل عام، او خلينا نقول بنسبه 70% من المواقع، في 30% لا حاكين صح. بيقول لك انه الانتنزيف مع الانتنزيف بيعمل كيس جص او ريش داخلي. انا هي ما لقيتها. كل طيور اجت لعندي من لما ربيت لتاريخ اللحظه اللي فيها جص هي شيميل. ايه شيميل. هلا كل العالم حتستغرب، تقول لك شو عم يخرب، يعني شو عم يخرف هاد؟ ما عم يخرف، مسك الطير. اذا في حدا عنده هلا جص او كيس شعر او ريشتين طالعين سوا، يطلع نوع الريش شو هو، يحط لنا صوره، ينتف ريشه يصورها ويحط لنا اياها، حيلاقيها شيميل ما انتنزيف. الانتنزيف عامل قاتل فينا نقول عنه. العامل الخاطئ، هلا كلهم بيقول لك مسموح، كله بيقول لك مسموح. اوكي مسموح، لكن بنسبة كمان، اللي هو زواج الشيميل مع الشيميل، بف مع بف، مسموح. اوكي مسموح، بس ننتبه اذا بدنا نزوج شيميل مع شيميل ما ناخذها جر. افضل شيء وخاصة اللي عم يربوا يورك وكريست وطيور الشكل ينتبهوا لهي النقطة صح، يزوجوا انتنزيف ريش صلب لشيميل، ما يعتمدوا الشيميل على شيميل، خصوصا طيور الشكل. بطيور اللون مسموح الشيميل مع شيميل، مسموح، خصوصا بطيور الشكل شيميل مع شيميل. نحاول نبعد عنا، نحط انتنزيف مع شيميل. ليش؟ لانه طائر الشكل هو طائر كثيف الريش. اوكي، طائر كثيف الريش، حتيجي تعقده انت بالشيميل كمان حيطلع في عنا كيس جص. حاول، ما بعرف هلا انا هي العباره او هي المعلومه انا كمان بتبناها، ما بدي اعمم، انا للاسف يعني ما فيني اعمم، يعني المعلومات لكم بعلم الوراثه يعني على قدي، بس عم حاول بسط الموضوع. اللي عنده كيس جص، اللي عنده حاله مرضيه بكيس الجص او الريش المقلوب او الريش الداخلي او الكتل الدهنيه الداخليه، يطلع على الريش بنسبه 90% حيكون شيميل، بنسبه 90%. 10% حتكون انتنزيف، وتقريبا انا بقول حتى ما في يمكن انتنزيف كيس جص او هيك شيء، لانه الانتنزيف هو عامل قاتل على عكس شيميل مع شيميل، خاصه بريش الشكل. يعني مثلا كريست باف شيميل مع انثى كريست شيميل، كثيف الريش الكريست، كثيف الريش. يعني نفض ممكن ينفض، بس لا تتابع فيها.
اوكي. اليورك نفس الشيء، اللي بده يزق يورك واللي بده ياخذ شكل صح يحاول يخلي عنده سلالة انتنزيف، يحاول يخلي عنده سلالة انتنزيف ناعمة او صلبة يزقها للشيميل. الناس بترغب الشيميل بطيور الشكل لانه الشيميل بيعطي بيقسم الجسم، لانه ريش قصير. عفوا هاي نسيت اقول لها، شو هو الشيميل؟ الشيميل هو ريش قصير بيضوي حوافه بيضة. قلت لكم اللي عم يربوا طيور حمراء حب الرمان بسموه مصدف، هذا هو الشيميل. هذا ريش بيضوي له حواف بيضاء، هذا هو الشيميل. والعصاية اللي بالنص او ما بعرف شو اسمها بصراحة بتكون شوي قاسية. اوكي. بنحاول ما نزوج بف لبف، شيميل لشيميل، ناعم لناعم. ما كتير كمان نزوجه. ما في عامل قاتل بهذا الموضوع، ما في ابدا عامل قاتل، في عامل خطأ. حيطلع عندك مرض خارجي بس ما بيأثر على شيء ابدا ابدا ابدا، ما بيأثر على شيء. بس حتلاقي مثلا ريش هون مقلوب، ريش بالجناح مقلوب، ريش هون مقلوب، ريش كذا مقلوب، بده عملية وتقيم الريشة والامور بخير. بظن هيك خلصنا من العوامل القاتلة. بظن هيك تقريبا حاولت اقدر بسط نطلع من كلمة كروسومات والجينات والخلل والكلمات المعقدة اللي بيهرب منها الهاودز وما بيفهم منها شيء. حاولت ان شاء الله اقدر بسطها، شو هو السائد، شو هو المتنحي، شو هو المأنبر، شو هو الشميل والانتنزيف. فالعوامل القاتلة هي الاخوات، الاقارب، الافقي والعمودي، شو كلها حاولنا. بالنسبة هلا هذا موضوع ثانوي، بالنسبة اللي عم يشتغل على كنار اللون، الاختصاص حلو. نصيحة من اخوكم، الاختصاص حلو. ما بدي اذكر اسماء عشان ما تنحسب دعاية. في عنا اسماء شوفوها بالسعودية، السوريين بنعتز فيهم. سوريين بالسعودية بطل 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 عنا، بطل ما تحمل الكلمة الله يحميه الهي. مختص الزلمة، اختصاص. انتقل من تربية كنار اللون، بلش يفوت بالطفرات وبلش يبدع. مو بس ينتج، يبدع بالانتاج. وفي مثله كتير بكنار الشكل. اختص اهم شيء اليوم اختص. فت بكنار اللون، خليك بكنار اللون. قال لك يا اخي والله حابب ربي يورك. يا ابن الحلال كنار البلدي العالم كله بتتمناه، كنار السوري البلدي العالم كله بتتمناه. اختصاص حلو، ما كتير تهرب كمان انت. لا انا بدي ربي يورك، اوكي. اليورك رائع جدا، رائع جدا، بس اختص، افهام، اقرا الاخطاء، اقرا المواصفات شو هي، اقرا كل شيء. نص شعبنا راكد ورا اليورك الابيض. حرام. كنار شكل هاد، كنار شكل ما عم نشوف نحن اليوم بسوريا. ما عم نشوف كنار شكل طلعوا الناس كله لاحق اللون. بدي كنار يورك اصفر معلم، اصفر ها، ابيض ابيض الله يرضى عليك. يعني نحن عم نركض ورا اللون يا جماعة. كنار شكل بده يفوت بكنار الشكل، يفوتوا صح، ما يفوتوا وحاط بباله البلدي، حاط بباله ذكريات البلدي. لا خليك بالبلدي. ما عم بنطقصك، انتبه، انا ما عم بنطقصك بالكنار البلدي. قلت لك كنار البلدي بيتمنوه العالم كله، مشهور بكل العالم، حتى باوروبا معروف الكنار السوري. اختص فيه. وين المشكلة؟ في ابطال اوروبيين بكل بلجيكا وبالمانيا مختصين بكنار اللون اللي هو عندنا اسمه كنار بلدي، مختصين اختصاص وبلش انتجوا صاروا انتجين فوق 250 طفره. ونحن لهلا قاعدين على كانتكس غش والجزر حرام والمدري شو حلال، وقاعدين عم نشرع ونفتي. هاي الملاحظه خلينا نخلص منها. بالنسبه للانتاج اللي عم ينتج ريت فاكتور، اوكي، حاول تشتغل على الانتنزيف وعلى الشمال. حاول تقدم كانتكس. يقولوا لك غشاش، يقولوا لك شو حاول تقدم مو كانتكس مشان ما تعمل دعايه للشركه. حاول تقدم ملونات، كاروتين. حاول تقدم صبغيات، اوكي. حاول تقدم، لا ترد على العالم تقول لي جزر وسبانخ. احترف. عم تربي كنار ابيض، حاول تحترف، تتلافى التزاوجات الخاطئه والقاتله. اللي عم تربي الكنار مثل بيقولوا له اللي هو الاسود احمر والبني احمر، الماوردي والبني، اختص يا اخي اختص. لا تلحق السوق اذا بدك تربي. ما كتير يعني اليوم مثلا بقول لك اخي سوق البني والماوردي او الغامق نازل. والله في احيانا طيوب تنعرض حقها ذهب. وانتم بتعرفوا هذا الشيء. يعني في طير بني وماوردي بنعرض. يعني انا شفتها مره والله دفعوا له 20 للزلمه هو مو راضي يبيعه. طير. ولما نزل السوق، لما نزل وصار الجوز حقه 3 و4000.
دفعوا له فيه 20، انا شفته بعينه ما رضى يبيع. بس طير يعني بينزان بالذهب، تعبان عليه تعبان عليه تعبان عليه، بس لو مو قايل كلمه انه والله مو مخدم. وهو مشبعه للطير اللي عم يربي. كل شيء ريد فاكتور، كل شيء ريد فاكتور، مو يعني كان احمر، يعني البني والماوردي كل شيء فيه العامل احمر. ريد فاكتور معناته عامل احمر، كل شيء عم ربي ريد فاكتور. لون، اشتغل بالصبغيات، هذا اسمه احتراف. اللي بيقول لك غش هذا غشيم، اللي عم يقول لك انت غشاش فهو غشيم. ما فهمان شيء، ما فهمان شيء ولا بيعرف شيء. اتركه، شو بدك فيه؟ ما بخصك هاد، ما بخصك. ولما تنشر بوست قول مخدم بالكونتكست وشوف حالك، افتخر ارفع راسك. او مقدم بالملونات، شوف حالك شوف حالك. شو بدك بايام زمن كانوا يحطوا الكونتكست تحت الطاوله وقت يجون حدا يخبوه يكركبوا الشغله. الاحتراف حلو، خلينا نركز على الاحتراف. خلينا نركز نكون محترفين بالانتاج، ننتقل ازواج هلا صح، وندارية صح، ونقول بسم الله. وان شاء الله يا رب موسم موفق للجميع. الفيديو الجاي ان شاء الله بعد فترة قصيرة حنكمل فيه سلالة الانتاج، حنشوف نحن شو حيواجهنا اخطاء، شو حيواجهنا مواضيع، شو حيواجهنا كل هالامور هي. سامحونا تأخرنا عليكم واخرناكم، تأخرنا عليكم بالفيديو واخرناكم بهذا الفيديو، بس حاولت انا ابسط المعلومة، حاولت اعطيها صح. اللي عنده ملاحظة انا جاهز، واللي عنده نقد بناء انا جاهز. اتمنى من الجميع يقرا، اتمنى من الجميع يقرا، ما يقرا. اتمنى من الجميع لا تشوفني، شوف اسمع الصوت، عجبك اي ما خالف المعلومات تبعك انتقد، لا تسكت تقول لا انتقد، قول في خطأ هون. ماني قلت لك هلا قبل شوي ماني دكتور وماني خبير ولاني عم هاوي مثلك. الفرق انا بشوف حالي فيه، خليني اشوف حالي فيه. الفرق بيني وبينك انه انت كسول انا مجتهد فقط لا غير. المعلومات اللي عندك هي نفسها اللي عندي على فكرة، ما بتفوق عليك بشيء. انا اليوم اصغر مربي، بس انا عندي جرأة اني انقل معلومات وبسطها وانقلها للمربي اللي غيري. انت اخذت مو ما عم بحكي، انا عم بحكي عن نسبة 10% فقط، لا ال 90% ما شاء الله عنهم جدعان وعم يشاركوا معنا، بس في 10% هلا عم يشوفوني. انا وياك واحد يا ابن الحلال، واحد. لا بملك اكثر منك ولا اصغر منك، ولا بولد من بطن امي معلم، ابدا ابدا ابدا. تابعت مثلي مثلك. الفرق بيني وبينك انت اناني. ايه سامحني، انا حاولت اني اعطي. احسبها كيف ما بدك تحسبها. هلا انت تقول يا اخي هذا الزلمه عم يعمل شهره شهره. يمكن يجي من هذا الفيديو كمان مصاري، ما بتعرف. لا تعمل فيديو، ساعد نقول معلومه اللي انت سمعتها، ساعد. لما تنقل معلومه انتبه، لما تنقل معلومه تاكد منها بعدين انقلها، تاكد منها، واذا فيك جربها على طيورك بعدين انقلها. بس لا تبخل، بس تصير عندك معلومه تبخل. خلصنا من هذيك الايام، ما خلصنا منها. ابو زيد الهلالي وفلان الفلاني والعرندسي تبع سر المصلحه، خلصنا منها هي القصص. ما اليوم بدنا نحترف. باختصار اليوم بالنادي السوري لطيور الزينه نكون او لا نكون. لا عم بحكي عن مجموعه، ولا عم بحكي عن حزب، ولا عم بحكي عن شيء. عم بحكي نحن على اضخم مجموعه عربيه. انا بعرف شو عم بحكي بالحرف. اكبر واضخم مجموعه علميه. ما بيهمني العدد، انا بيهمني النوع. ما بيهمني قديش فيها. مجموعتنا فيها 40 و5، ما بيهمني. بكفيني انا 1000 واحد علماء من هذا النادي يطلع لك بنشوف حالنا ليوم الشوف مثل ما بيقولوا. ان شاء الله يا رب نشوفكم ابطال. ان شاء الله يا رب ادعوا الهي يا رب يصير هذا الحلم حقيقة. نشارك بالعالم كله، نغزو العالم كله بالعلم. وما في شيء مستحيل، ما في شيء مستحيل. موسم موفق للجميع. بنشوفكم ان شاء الله بفيديو جديد من النادي السوري لطيور الزينة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.